بعدما فشلت جميع محاولات جون إدوارد في إحضار عرض لهذا السيف الجزيري أو محاولة تطفيش هذا السيف الجزيري، وباءت جميع المحاولات بالفشل، لم يجد مفر إلا إحضار مهاجم فلسطيني عشان ما يتحسبش مهاجم أجنبي ويجي بقى كمهاجم مصري عادي. فالزمالك راح لعدي الدباغي المهاجم الفلسطيني. هنستحمل، نضطر نستحمل احنا كجمهور الزمالك سيف الجزيري موسم كمان. بس في نقطة كمان، مش عايزين بقى نقعد نقول عدي الدباغ ده مهاجم جامد قوي، عدي الدباغ ده هنكسر بالدنيا. احنا اصلا عشان ما نضحكش على بعض، انت اللي بتطلع بيه بقى السما وطالع بيه السما، انت ولا تعرفه ولا اتفرجت عليه، ومش هنضحك على بعض وسيبك من الاونطه دي. تمام، وانا ما اعرفوش ولا اتفرجت عليه. محدش كان يعرف وسام ابو علي، بس نصبر لما يجي ادى وتمام وزي الفل. تمام، ونشيله فوق راسنا ونهتف له والكلام الجميل دوت. ما اداش، اتكل على الله زي اللي قبله، زي عمر فرج، زي ياسر حمد. احنا لحد دلوقتي ما لناش حظ في المهاجمين الفلسطينيين او اللاعيبه الفلسطينيين عموما، فاتمنى ان هو اللاعب دوت يكون هو، واللاعب ادم الكايد يكونوا فعلا يعني اول صفقتين صح الزمالك يجيبهم من اللعيبه الفلسطينيين. سلام يا اخوان.